من هنا تبدأ الحكاية، حكاية تطور وجمال وتحف. من هنا تبدأ كل حاجة، تبدأ ازاي افرح وازاي ابقى محافظ على اي مكان بروح. من هنا انا مش عايز اعرض الملابس والحاجات دي عشان ما نتعبش، مش عايز، عشان ما اقولش يا اخويا احنا مش لاقيين ناكل. انا بتكلم على سلوكيات. ايه ما بيجيش اطفال هنا؟ لا بتيجي اطفال كتير، لكن لا بيكسروا ولا بيعملوا، وتعودوا على سلوكيات من الصغر. لو انا نزلت تحت وصورت لكم الجمال ده غير حتى التليفون، والله غير التليفون. ازاي؟ عارفين الناس دي ناجحه ليه؟ الناس دي فرحانه ليه؟ الناس دي نظيفه وريحتها كلها شياكه ليه؟ عشان كل واحد باصص لنفسه. مش معنى ان احنا وحشين او مش نضاف، لا، بيحطوا برفانات وبيحطوا كل حاجه عشان كل واحد عايز يبقى حلو، كل واحد عايز يبقى نظيف لنفسه، نظيف داخليا، مش برفان ولبس. لا 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 لا، ما تاخدوش المعنى وتحوروه. الشكل العام الداخلي، القلب من الداخل. تعال افرجكم كده، تعال افرجكم الناس دي فرحانه ليه. فرحانه بكل حاجه. شوفوا الجمال، شوفوا الحاجات اللي فيها ابداع. تعال اوريكم الناس دي فرحانه ليه. فرحانه داخليا، عشان اقسم بالله ما بيجيبوا في سيره بعض ولا بيتكلموا على بعض ولا بيقولوا حاجه غير كل خير على بعض. اللي مش عايز حد بيجتنبه بهدوء. العروض هنا لكل حاجه. لو عايز اي حاجه، حتى اللي قاعد بيبيع شيك وانيق وعايز تساله في اي حاجه وفيه هديات ممكن يديها لك، وخصومات على البرفانات وخصومات على حاجات المشروبات وعلى الحاجات دي. منتهى الشياكه. شوفوا اللي لابسه، شوفوا شياكته. شاب زي القمر اهو قاعد اهو، بصوره زي القمر قاعد بشياكه ورجل على رجل. لو نزل مصر وقف على رجلي من ضمن الشباب اللي زي القمر. مش ولاد بس، مش بنات بس. اجواء احتفالات، شباب هنود ولا غيره بيضحكوا واقفين كانهم هيتجوزوا يعني. احتفالات بعد راس واحده بتصورهم. احتفالات، اجواء جميله خالص. تمشي في الممر ده لو انا عايز اخش مثلا امشي فيه زي ما كلهم كده بيخشوا. اما بعد ما مشي هطلع انا اخش. اجواء جميله خالص. احتفالات براس السنه، كأن التلج نازل على الشجر فبيحطوا له الوان بيضه كده. في اطفال بيجوا هنا. ده في والله اطفال بيجوا هنا. ما بيكسروش ليه؟ اصلهم اتعلموا السلوكيات. سلوكيات ازاي ما كسرش وازاي ما هدش، ازاي ابني ما حطمش. ده حاطط ايده عليها، حاضنها، بيبوسها. كل واحد حر في حياته حضراتكم اهو، بيبوسها. ما حدش له دعوه بحد. حريه شخصيه زي ما هي رافعه ايديها كده بتقول الحريه. اطفال هم عشان ان الطرازات المعماريه دي ما بيقعدوش يقولوا احنا بنينا واحنا عملنا واحنا سوينا. لا، حضرتك عندك عين شوف، حضرتك عندك عين شوف. ما اقعدش انا انشأت ايه، انا عملت ايه. لا، انت عندك عين شوف. وكمان في سلوكيات شعب. عندك عين وبص. ما اقعدش انا اعمل الاعلام بتاعنا او غيره او اتكلم او ما فيش داعي الدخول في القصص دي. لا، عندك عين شوف. ابدع انت، ابدع. ابداع الانسان في كل شيء. علم. الناس دي كلها اللي بنت وعملت الجمال ده والطبيعه اللي مهما كان التليفون مش هيجيبها، لكن الناس دي كلها عملت عشان تنجح بعض، عشان يوصلوا لمرحله اسمها النجاح. مش فاضيين يتكلموا على حد، مش فاضيين يجيبوا في سيرة حد، عايزين ينجحوا فقط. نجاح. هتلاقوا حضراتكم هنا مكتوب ذا ترامب بيلدينج، اللي هو مكان ترامب. ذا ترامب بيلدينج اللي هو كان رئيس الولايات المتحدة في فترة اللي فاتت. وده البيلدينج بتاعه، الاوتيل بتاعه. هو بيبقى ساكن في الدور الاخير، اخر 3 ادوار يعني. اللي فوق خالص ده انا فاتح ايدي على الاخر اللي فوق عشان اجيب بقيه المكان.
ده الاوتيل بتاعه، في ناس ساكنه فيه طبعا، تروح تنزل في الاوتيل. ومن افخم الاماكن اللي موجوده زي الفور سيزون عندنا او حياه ريجنسي موجود هنا. الفور سيزون على فكره الاسم ده مش جاي كده يعني. جنب برج ترامب بعض المتاحف العاديه البسيطه، الاماكن الجميله الصريفه بالالوان والاراده كده الجميله اللي موجوده في الشعب، اللي هو بيحاول يجمل المكان باعياد الكريسماس. حتى لو شوارع صغيره زي كده، حتى لو حاجات بسيطة زي كده في بعض الحارات والشوارع اللي جنب مكان باحترام برضه في أي مكان، سواء مكان رئيس أو مكان أخير. في بعض الأماكن اللي موجود تلاقي جمال الإبداع وجمال الإضاءة في كل مكان. وأكيد طبعا الشوارع كلها مختلفة، وبعض الناس بتحتفل بكل مظاهر الكريسماس بهدوء. ناس كتيرة ماشية هي، مش أنا لوحدي في الشوارع. ما تسمعيش صوت حد او ما تسمعش صوت حد، ولا خناقات ولا مشاكل ولا ده قال ولا ده شوف لابس ازاي ولا ده لابس ايه ولا الكلام. في واحده واقفه بتتصور كبيره هنا من التمثال ده كده، وشوفوا مكان الابداع، شوفوا الجمال. يعني حاجات كده لفرحه السنه واستقبال راس السنه. ده اللي انا عايز اوريه، احتفالات بحياه. ما يجيش حد بقى يمسك شجرة يهزها ولا يضرب طوبة ولا يضرب بتاع. سلوكيات زي ما أنا بقول، سلوكيات في الطريقة وفي التعامل ومع الناس، وأسلوب ورقي وتحضر وكده. ده اللي أنا أقصده، الأسلوب والرقي والتحضر ده بيبقى موجود في المدارس، موجود في كل حاجة، موجود بين الأطفال، بين الناس وبين بعضها. ابتسامة من القلب في كل واحد. نيويورك بالليل يعني، معلش عشان الاضاءات عاليه فبيطلع التصوير كده يعني، بيطلع في وسط ناطحات السحاب دي كلها. بس منظر خرافي يعني بصراحه، غير التليفونات خالص يعني. بس عايز اوريكم ادي الفن وادي الثقافه وادي الناس اللي ما بتجيبش في سيره حد، ما بتتكلمش على حد، وكل واحد في حاله. نفسنا نبطل العادات القديمة، ونبطل نكره لحد الخير ونتمنى لحد كل واحد الخير. بس دي حاجات بسيطة من راس السنة يعني، حاجات بسيطة في أجواء زي كده يعني. يمكن البيلدنج العمارة دي تلاقيها عالية جدا كده، داخلة في السحاب فوق، كله طبعا بالإزاز وهندسة معمارية من الطراز الأول هنا يتميزوا. متعة في كل شيء. أشكال الأعياد والحفلات والسيفونير أو الكادو أو الهدايا يعني بتبقى موجودة هنا لأي حاجة يعني. اللي عايز يهدي حاجة بمناسبة سانتا كلاوس أو بابا نويل، أشكال جميلة كده، إحساسات بفرحة وسعادة وجمال كده، طبيعة خلصانة يعني. وأجمل شيء في الإنسان إنه يحس بسعادة ويحاول يتكيف مع حياته بسعادة وفرح، ما يقابلش حاجة بأحزان. نروح مكان تاني نصور. احتفالات أجواء الكريسماس جميلة جدا، بتديك إحساس روعة بالشجر حتى يزينوه، بيفضل طول السنة كده منور، وتحس بجمال الطبيعة. واحتفالات كده تجيب لك أشعارها في الجسم، معرفش ليه، إحساسات جميلة كده. فالإحساسات دي بتبقى كده من احتفال الناس، الفرحة بتبقى حلوة، كل شيء بيبقى جميل، أفراح حواليك في كل مكان. الإنسان لما بيفرح بيحس بسعادة داخلية، زي هرمون السعادة كده يخش جوه الإنسان ويملاه بالفرحة. يعني الإنسان ساعات كده لما تبص تلاقي حضرتك أو حضرتك، المفروض أقول حضرتك الأول، الليديز فيرست، الستات الأول، بتحس بسعادة، تبص تلاقي عايزة تتنطط، تغني، ترقص، تفرح. أو حضرتك كده عايز تغني، ترقص، تلبس كده لما بتبقى لابس حاجة جديدة. ففرحة وأجواء جميلة بتكون موجودة بين الناس وبين بعضها. طبعا الجو برد والليل لسه ما دخلش، الناس ما سهرتش، فبتبقى الفرحة جميلة يعني. وطبعا البرد وكده
فهنا بيبقوا عاملين زي ماركات صغيره في كل حته، يعني مش بس هنا بس، في كل حته في نيويورك بيبقوا عاملين الاجواء دي الجميله والفرحه واللبس الشتاء واجواء الشتاء الجميله الظريفه.